يا جماعة النهاردة هحكي لكم قصة مش عادية خالص. قصة حصلت معايا في ليلة من ليالي الشتاء الباردة في مقبرة قديمة. القصة دي عن الكشاف اللي كان دايما معايا واللي فجأة اتطفى وسط المقابر. والحكاية اللي بعدها هتخليك تقول إن المقابر مش بس أماكن للدفن، دي بوابة لعالم مليان أرواح وأسرار. لو أنت من محبي قصص الرعب اللي بتخليك تقعد تفكر كتير قبل ما تطلع في نص الليل، اطفي النور واستعد، لأن اللي جاي هيوديك لعالم تاني. ولو انت من عشاق القصص المرعبة والمواقف اللي مش بتنشرح، متنساش تشترك في قناة بيت الرعب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات الجديدة والمثيرة. في ليلة شتوية قمرها كان مكمل والجو كله برد وسحاب سودة مغطية السماء، قررت أروح أعمل تجربة تصوير عشان أصور فيديو جديد لقناة بيت الرعب. كنت شايل معايا الكشاف اللي كان دايما معايا في كل مغامراتي، وكان بيدي ضوء بسيط يكفي يعديني وسط العتمة. وصلت لمقبرة قديمة في قلب القاهرة القديمة. المكان ده معروف بتاريخ طويل وحكايات غريبة عن أرواح ضايعة وأسرار محدش يعرفها. أول ما دخلت حسيت إن المكان مختلف. الهدوء اللي فيه كان باين عليه إنه مش طبيعي، وكأن كل قبر وكل شجرة فيه مخبي سر من أسرار الزمن. كنت ماشي بين الصفوف الطويلة للقبور، باخد صور وفيديوهات للحوائط المتشققة والحجارة البالية، وكل ما أمشي أكتر كنت حاسس كأن في عيون بتراقبني من ورا العتمة. ومع كل خطوة كان ضباب خفيف بيغطي الأرض والجو بقى عتيق وكأنه مش من عصرنا. وأنا ماشي في ممر ضيق بين القبور، الكشاف كان منور الطريق بخفة. فجأة من غير أي إنذار الكشاف طفى خالص. وقفت في نص المقبرة مش مصدق اللي حصل، ونظرت للكشاف اللي كنت معتمد عليه طول الوقت، ولا نور ولا حتى ومضة، كأن قوة خارقة خدت منه كل الطاقة. في اللحظة دي حسيت إن قلبي وقف والهوا بقى ساكن حوالي. فجأة سمعت همسة ضعيفة جاية من وسط العتمة، كأن صوت روح نائبة بيهمس ارجع. الكلمة دي اتكررت في دماغي كأنها جرس إنذار، وأنا حسيت برعب مش طبيعي. حاولت أشغل الكشاف تاني، لكن كان زي ما هو ميت ومفيش أي استجابة من الجهاز، كأن التكنولوجيا نفسها خافت من اللي بيحصل حواليا. بعد ما الكشاف طفى حسيت إن المكان بقى غير طبيعي. من غير نور المقبرة اتحولت لعرين من الظلال، وأنا ماشي وسط القبور حسيت إن في حد بيتحرك ورايا. كل ما أقترب من قبر معين كان صوت خطوات خفيفة يجي من وراه، وكأن حد مش باين بين الصخور والأشجار بيكلمني. وقفت قدام قبر مهترئ، النقوش عليه كانت منقوشة بطريقة بتوحي بحكايات من زمان. ووقتها الكشاف اللي كنت معايا بدأ يطلع وميض بسيط، نور خافت جدا بيكشف لي مشهد غريب. ظهرت قدامي صورة ظل ما ينفعش أوصفه، كان شكله ضبابي ومش واضح، لكنه كان واقف في الخلف كأنه متربص. حاولت أصور الموقف بهاتفي، لكن كل الصور طلعت مشوشة وكأنهم بيحاولوا يخفوا سر المكان. بعد ما حسيت إن في حاجة غريبة بتحصل، قررت أتحرك وأكمل استكشاف المقبرة رغم خوفي. كل خطوة كنت أخطيها كانت بمثابة رحلة بين عالمين، عالم الحياة اللي أنا فيه وعالم الموت اللي باين عليه بيهتم بكل تفاصيل المكان. وأثناء ما كنت ماشي قابلت صفوف من القبور القديمة مرتبة بانتظام، وفي وسطهم كان في قبر كبير محفور عليه اسم محمد عبد الله من زمان، وده كان واضح عليه إنه ليه قصة حزينة. وأنا واقف قدام القبر حسيت فجأة ضوء أزرق خفيف بيطلع من جوه القبر، مش نور الكشاف اللي كان معايا، ده نور غريب كأنه بيدعي ينطق بحكاية من زمن فات. كل ما قربت أكتر بدأت تسمع صوت متقطع كأنه همسات بتقول هنا السر. وقبل ما أقدر أفهم اللي بيحصل بدأت الأصوات تزيد، وسمعت صراخ مكتوم بيطلع من ورا القبور، وكأن الأرواح بتحاول تطلع وتنطق بحكايتها. مع كل ثانية بتمر الأحداث في المقبرة بقت أكتر رعبا وغموض، وأنا بحاول أشغل الكشاف تاني بقى يشتغل لفترة قصيرة ويطفي تاني. كل مرة كان بيطلع منها ومضات نور بتكشف لي مشاهد مرعبة. كنت بشوف وشوش مش واضحة بتحوم بين الأشجار وكأنها بتبصلي، أيادي مطولة بتظهر من ورا الحجارة وكأنها بتحاول تمسك بيا. صوت خافت بيقول ارجع وسيب المكان. كان بيترن في وداني مع كل ما الظلام يزداد. في وسط كل ده ظهرت قدامي ست لابسة هدوم سودة، وشعرها كان متطاير وعينيها بتلمع ببريق غريب. الست دي نادتني بصوت هادي ومخوف وقالت
ليه جاي تزعجنا؟ مش عايزك تكمل في مكان مش ليك. الكلام ده خلاني أرجع خطوة وقلبي حرق من الخوف، لكن في نفس الوقت حسيت إن الست دي كانت عايزة تنبهني عن حاجة كبيرة. مع كل الكلام ده بقيت أحس إن الزمن بيمر ببطء، والهواء حواليا اتحول لرائحة تراب وألم، وكأن الأرواح اللي هنا مش مستعدة تسيب المكان بسهولة. بعد المواجهات المرعبة اللي عشتها قررت أجلس شوية وأراجع كل اللي حصل. رجعت للبيت وبدأت أتصفح التسجيلات والصور اللي صورتها في المقبرة، وبدأت ألاقي نمط معين. كل مرة الكشاف يطفي كانت بتيجي معاها همسات بتقول ارجع. وصوت تاني يقول ده مكاننا. قعدت أبحث على الإنترنت في مواقع قصص الرعب والمنتديات، ولقيت ناس كتير حكت عن تجارب مشابهة في نفس المقبرة، إنهم شافوا أشباح وأصوات غريبة بعد ما كانوا بيتعاملوا مع نور بيطفي فجأة. وكمان لقيت تقارير قديمة عن حوادث غريبة حصلت في المكان ده، عن ناس مشوا من المقبرة ومحدش رجع تاني، وكأن المكان بيحتفظ بأسراره ويمنع دخوله لأي حد. القصص دي خلتني أفكر جامد، هل المقبرة دي فيها لعنة؟ وهل الكشاف اللي كان معايا كان مفتاح لفتح بوابة لعالم الأرواح اللي ما قدرناش نفهمه؟ مع بداية ساعات الفجر القليلة رجعت للمقبرة مرة تانية عشان أكمل استكشاف أسرارها. كل ما أدخل المكان حسيت إن الأرواح بتكلم وتقول لي كلام ما ينفعش يتنسي. في مرة وأنا واقف قدام قبر قديم سمعت صوت خطوات واضحة جاية من ورايا. فجأة اتلفت ألاقي ورايا ظل طويل بيعدي ببطء. مش قادر أوصف لك الشعور ده، كأن الزمن وقف وكل حاجة حوالي بقت ساكنة غير صوت خطواتي اللي كانت بتتردد في كل ركن. بس الموقف الأكبر جه لما الكشاف اللي معايا رجع اشتغل فجأة، لكن نوره كان مختلف، كان أزرق باهت وبينور على قبر مكتوب عليه سليم. وده كان مرتبط بأسطورة من زمان عن شاب توفى بطريقة مأساوية ولسه روحه مش لاقية راحة. في اللحظة دي حسيت إن روح سليم بتحاول تنطق لي برسالة، وسمعت صوت خافت واضح بيقول ما تنساشني عشان أنا لسه هنا. الكلام ده خلى دماغي تشتغل بسرعة، وكل حاجة حوالي حسيت إنها بقت جزء من معركة بين النور والظلام، بين الأرواح اللي بتحاول تلاقي خلاص وبين اللي مقدرش يفلت من لعنتها. بعد كل الأحداث اللي شفتها ومخاوف الليل اللي ما كنتش عايزة تفارقني، حسيت إن الوقت جه لأسيب المكان ده. بدأت أتحرك بسرعة وبدون ما أبص ورايا، وكنت بشم ريحة التراب البارد والهواء اللي كان بيبقى مشبع بأسرار الماضي. في كل خطوة كنت بحس إن الأرواح بتهمس في وداني ما تنساش، ارجع. وكأنها مش عايزة تفقد زيارتها الأخيرة. ركضت في الممرات الضيقة والظلام كان مسيطر على كل حاجة، وكان كل ضوء صغير من الكشاف المتقطع بيديني مشاهد لأرواح بتتخبط وتختفي في ثواني معدودة. وأخيراً وصلت لمخرج المقبرة. الهواء البارد بره كان بمثابة خلاص، ورغم إن قلبي كان ماشي بسرعة حسيت إن كل تفاصيل الليلة دي هتفضل محفورة في دماغي للأبد. بعد ما خرجت من المقبرة رجعت للبيت وأنا مش قادر أنسى ولا دقيقة من اللي شفته. كنت براجع التسجيلات والصور اللي صورتها، وكل صورة وكل فيديو كان فيهم تفاصيل غريبة وأصوات هاجمت وداني. بدأت أتصل بأصحابي وأحكي لهم عن التجربة المرعبة اللي عشتها، لكن كل واحد فيهم كان بيقول لي إنك لازم تبعد عن المكان ده، وإن المقابر مش للعب أو التجارب العادية. الهاتف كمان بقى يرن عندي في أوقات مش متوقعة من أرقام مجهولة، وكأنها رسائل من عالم تاني بيفكرني إن المقبرة ما زالت بتستنى، وإن الأرواح مش بتنسى اللي دخل في عالمها. كنت بحس إن كل ليلة وأنا نايم بسمع همسات تقول ارجع. كما وإن كل مرة بفكر أطلع بره كنت أكتشف إن حاجة من الماضي بتلاحقني في كل مكان. في ليلة تانية ما قدرتش أنام فيها جهلي مكالمة على التليفون. الرقم كان مجهول لكن الصوت كان مألوف، كان صوت الست اللي شفتها في المقبرة واللي قالت لي ما تنساش عشان أنا لسه هنا. الكلام ده كان مليان حزن ووعيد، وخلاني أحس إن الرسالة دي مش مجرد كلمة، دي كانت طلب إنه لازم أكمل الحكاية وأنشر تجربتي عشان العالم يعرف إن في حدود بين النور والظلام مش بتنقطع بسهولة. قررت أكتب كل حاجة وأسجل كل تفاصيل اللي حصلت عشان أشاركها مع كل واحد منكم، عشان تفتكروا دايما إن في أماكن في الدنيا
مش مفروض حد يدخلها أو يتلاعب بيها. ومن اللحظة دي حسيت إن الظلام مش بس موجود حوالينا، ده موجود جوانا، وفي كل مكالمة وكل صوت خافت في رسالة من عالم تاني بتحاول تفهمنا إن الحياة والموت ليهم علاقة غامضة محدش يقدر يفصلها. دي كانت قصتي مع الكشاف اللي اتطفى وسط المقابر، حكاية مرعبة خلتني أشوف الدنيا بمنظور تاني. الليلة دي كانت مليانة أحداث غير متوقعة، همسات وأصوات بتذكرنا إن المقابر مش مجرد أماكن دفن، دي أماكن بتحرس أسرار وأرواح ما لقيتش لها قرار. لو عندك تجربة مرعبة حصلت لك في مكان مظلم أو مقبرة، اكتبها في التعليقات، وممكن تكون قصتك الجاية اللي هنرويها في فيديو بيت الرعب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل قصص الرعب والظلام اللي بنقدمها. وخليك دايما حذر، لأن كل كشاف ينطفي وسط الظلام ممكن يكون بداية لعالم مليان أسرار محدش يقدر يتخيلها. شكرا لمتابعتكم، ودمتم في رعب دائم.